ازيكم عاملين ايه النهارده؟ بقى اليوم بتاعنا يوم بواقي التلاجة. يعني ايه بواقي التلاجة؟ هتشوفوا عندنا واحدة جلاش بايظة كده وحالتها صعبة، بقالها شوية في التلاجة كويسين. وعندي كمان بواقي اللحمة وبواقي الفراخ اللي كنت حاشية بيهم السمبوسة بتاع الفيديو اللي فات. تمام كده، هنشوف الفيديو مع بعض. مش هيكلف حاجة ومش هياخد أي وقت. شايفين المنظر جميل جدا وتحفة وطعمه مفيش بعد كده. بس قبل ما نشوف الفيديو ما تنسوناش في اللايك وسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو شيريه. يلا نشوف الطريقة مع بعض. زي ما قلت لكم النهارده يوم بواقي التلاجة. كان عندي لفة الجلاش دي في التلاجة، وعشان خاطر اقدر اعمل بيها الصينيتين اللي انتوا شفتوهم، فبدل ما اعملها على بعضها كده زي ما احطها على بعضها، فقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مربعات مربعات. جبت اللفة كلها وقطعتها. يعني لو انت عندك لفة جلاش بايظة او مكسرة او متقطعة وفقدتي فيها الامل، ممكن تعمليها بالطريقة دي. شايفين؟ قطعتها كلها كده، جبت القرمة وحطيتها وقطعتها كلها على القرمة. وبعد كده بحطها بقى في البولة دي وبفتحها من بعضها. هتكتر قوي قدامنا وهتزيد زي ما انتوا هتشوفوها. بنفككها كده اهي، بتبقى دواير دواير. وبعد كده بنفك بقى كل واحدة. شايفين الكمية كترت ازاي؟ وبعد كده بنعمل تشريبة للصواني الجلاش دي. التشريبة دي تحفة، بتخلي الجلاش طري جدا جدا، وبتخلي طعمه جميل قوي قوي. بنجيب بيضتين او بيضة واحدة تبع الكمية اللي عندنا، وكوباية زبادي، وشوية لبن. يعني بيضتين، كوباية زبادي، وشوية لبن، بس حاجات متواجدة برضو في البيت، وحبة ملح وفلفل. بس يعني مش هتحطي اي بهارات ولا اي حاجة. وتبدأي بقى تقلبي الخليط كله على بعضه. تعملي بالمضرب اليدوي او بشوكة بمعلقة بأي حاجة. دي بقى اللي انا حاططها دلوقتي، دي معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر ده حلو جدا، هيخلي الجلاش معانا هش كده. ولو مش موجود عادي ممكن تستغني عنها، مفيش مشكلة. وكمان شوية زيت. طبعا شوية زيت دول لان احنا ما عملناش طبعا ما عملناش الجلاش ورق فوق بعضه، فما دهناش سمنة ولا اي حاجة. فبنحط مع شوية الزيت دول عشان ايه؟ يظبطوا معانا الدنيا. كده خلصنا التشريبة كلها. نبدأ بقى نقلبها كده بالشكل ده لحد ما ايه؟ ما تمتزج مع بعضها كده. جبت انا بقى بواقي اللحمه المفرومه، زي ما قلت لكم ان النهارده الحشوات كلها بواقي. ممكن انا بقى يعني عملت ايه معاها؟ حطيت، جبت بصلايه تاني وحطيتها عليها على النار، وايه، وحطيتها معاها وسخنتها عشان تحسي انها كانها لسه معموله النهارده يعني. وزيتون شرايح حطيته عليه، على اللحمه، كتغيير يعني. تمام كده. انا جبت الجلاش وحطيته في القالب، بس التصوير بتاع الفيديو بتاعي وانا بحطه في القالب ده ضاع تقريبا مني وانا بصور او حاجه زي كده. فهحطه واحط عليه التشريبه بتاعه الايه اللي انا عملتها بتاعه الجلاش. برص نص الجلاش في البتاع او ربعه، لان انا عامله على صينيتين. في الصينيه كده بالشكل ده، واحط عليه التشريبه واتك عليها عشان ايه؟ تملى الصينيه كلها. وبعد كده جبت اللحمه المفرومه وحطيتها على وشه، على التشريبه اللي احنا عاملينها. بس كده خلاص. هنجيب بقى ايه؟ شويه جلاش تانيين باقيين ونحطهم فوق الوش. واجيب بقى لو عندك مثلا شويه موتزاريلا، شويه شيدر، اي نوع من انواع الجبن تحطيه، ما عندكيش مش مشكله. احنا بنقول ان الاكله بتاعت النهارده مش مكلفه، وهتعتبر كلها من بواقي التلاجة. فانا برضو كان باقي معايا من الحشوه بتاعت السمبوسه، ان كنت عامله حشوه سمبوسه بالجبن.
بعد كده بقى بنجيب شوية جلاش تانيين ونحطهم على الوش ونحط عليهم نفس التشريب، نرصهم بقى بالشكل ده اهو. ببدأ اساوي بحيث ان انا ما اخليش اي لحمة باينة خالص على الوش. حطيت شوية وابدأ اضغط عليها، بضغط عشان التشريبة تيجي في في كل الجلاش يعني. برضو هنرص برضو في الصينية التانية، هنجيب برضو جلاش ونرصه زي الأولانية، ونحط برضو تشريبة فوق الجلاش. وجبت برضو الفراخ بتاعتنا اهيت، بقية الفراخ بتاعت السمبوسة برضو، وانتوا شفتوا الطريقة، طريقة تعصيج اللحمة وطريقة الفراخ في فيديو السمبوسة، واحطهم برضو على الوش كده، واحط عليها زيتون شرايح، واحط بقية الجلاش. وبرضو حطيت عليها شوية جبن زي ما قلت لكم، دي طبعا مش حاجة أساسية، دي عشان خاطر كانت بواقي عندي، ولذلك حتى مش حاطة كتير، حاطة حاجات بسيطة. وحطيت بقية الجلاش ده بقى كان اللي باقي عندي كله، وبقية التشريبة، وهضغط عليها برضو بنفس الطريقة عشان تتشرب كله. ده منظرها النهائي. بعد كده بقى بجيب الاتنين واحط على وشهم شوية موتزاريلا. انا بحطها في الفرن شوية الاول لحد ما الوش يشد بالمنظر ده، يعني حوالي 10 دقايق. وبعد كده بطلعها من الفرن، احط عليها الجبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده بعد ما طلعت من الفرن، ده شكلها النهائي، شكلها جميل جدا، ما كلفتش اي حاجه وما خدتش مننا اي وقت خالص، يعني حوالي تلت ساعه او نص ساعه بالفرن بكله. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ونتقابل في اكلات تانية ان شاء الله. ما تنسوش لايك للفيديو، لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا اشتركوا فيها، ولو عجبكم الفيديو شيروه، وبالهنا والشفا مقدم.